لو ما بتعمليش الكبدة الاسكندراني بالطريقة دي يبقى فايتك كتير. هي دي الطريقة الصح للكبدة الاسكندراني، لازم تتعمل كده. مش هقولك هنعملها بطريقة عربيات الشارع، لا لا لا، دي احلى واطعم بكتير. كبدة عربيات الشارع مش مضمونة ولونها غامق وشكلها لا يسر عدو ولا حبيب. النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا ومظبوطة من غير اي زفارة، وريحتها هتجيب لاخر الشارع. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. ده نص كيلو كبدة متقطع عصافيري، او ممكن تقطعيها شرايح رفيعة. الكبدة مش بتتغسل، ده غلط. غسيل الكبدة بيزفرها. عشان تستفيدي من الكبدة وما يبقاش فيها اي زفارة، كل اللي هتعمليه هنعصر ليمونة زي ما انتوا شايفين كده عليها قبل ما نبدأ في التسوية. بعد كده بجيب طاسة تكون واسعة شوية وبنزل بثلاث معالق كبار من الزيت. واول ما الزيت يسخن معايا كويس بنزل بحوالي 6 فصوص من الثوم. طبعا الثوم على حسب كمية الكبدة بتاعتنا. اول ما الثوم يطلع الريحة بتاعته مش عايزاه ياخد اي لون خالص، ببدأ انزل بالكبدة مع التقليب المستمر على نار عالية. لو الكبدة ما خدتش صدمة في زيت سخن هتنزل ميتها والكبدة هتنشف وبعد كده لونها هيغمق. عشان الكبدة ما تنزلش السوائل اللي فيها لازم تاخد صدمة في الزيت السخن مع التقليب المستمر. بعد كده هبدأ أتبل الكبدة بتاعتنا بنص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بس كده مش أكتر. كتر تتبيل الكبدة بيضيع طعمها، فاحنا عايزين نحس بطعم الكبدة واحنا بناكلها. ملح كمون كزبرة فقط لا غير، مع التقليب والتشويح المستمر طول الوقت. ايديا ما بتبطلش تقليب علشان خاطر الكبدة كلها تاخد تسوية واحدة. بعد كده بنزل بمعلقة كبيرة من الخل وبرضو مستمرية في التقليب. الكبدة ما بتاخدش تسوية اكتر من 5 ل 8 دقايق بالظبط. لو اكتر من كده الكبدة بتاعتنا هتنشف ومش هتحسي بطعمها. برضو احنا عايزين نحس بطعم الكبدة وهي جوسي كده، فالمدة التسوية من 5 ل 8 دقايق مش اكتر. بعد كده بنزل بالفلفل اللي متقطع شرايح، سواء كان رومي او فلفل حار، ده طبعا على حسب الرغبة. وهبدأ برضو اقلب كده تقلبتين. مش عايزة الفلفل بتاعي يتهري، انا عايزة بس يا دوبك يدبل معايا بسيط. اسمعوا بقى معايا كده صوت طشطشة الكبدة وهي بتستوي. انا مش عايزة اقول لكم صوت الطشطشة ده احلى من المزيكا بالنسبة لي. لو اقول لكم بقى كمان على الريحة اللي كانت قلب العمارة، وحرفيا ريحتها كانت جايبة لحد اخر الشارع. عملنا احلى كبدة بابسط طريقة، وكبدة مضمونة بناكلها واحنا مطمنين. طعم ولون وريحة في منتهى الجمال. من الاكلات المحببة لقلبي، عشان اما اكون مستعجلة يعني اكتر حاجة بلجأ لها هي الكبدة الاسكندراني. بعد كده بقى رشينا رشة كده من البقدونس عشان نجمل الطبق بتاعنا. وبدأت اجيب فينو او عيش زي ما انتوا حابين، وحطيت الكبدة فيها مع بقى سلطة طحينة كده. حاجة في منتهى الجمال. اللي حابب ياكلها في الفينو تمام، حابب ياكلها في العيش البلدي تمام. انا من الناس اللي بحب جدا اكلها في العيش البلدي، بس الولاد عندي بيحبوها في الفينو اكتر، فرضينا جميع الاطراف. وكمان عملنا شوية سلطة طحينة سهلة وسريعة. وسريعا كده تعالى اقول لكم على اطعم واسهل سلطة طحينة. هنجيب الطحينة بتاعتنا على حسب الكمية، وبعد كده هننزل بحبة من اللبن وحبة من المية وتوم باودر كمون شطة خل ملح. هنقلب الكلام الجميل ده مع بعضه وهيطلع معانا احلى سلطة طحينة. طبعا الاكله دي بقى ما تحلاش غير بشويه مخلل كده حرشين. ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء. اسهل واحلى اكله ممكن نعملها سريعه، ما بتاخدش معانا وقت خالص. اتمنى لو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير لاصحابكم. ولو اول مره بتشوفي مطبخ بيبو ما تنسيش تعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل وصفه جديده بعملها وبنزلها على القناه. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.